لو انت عايز يتنصب عليك وانت بتشطب شقتك ما تتعاقدش مع اي شركه تشطيبات. هتعمل ايه حضرتك؟ هتروح تجيب صنايعي من على القهوه، تقول له اصل انا عندي شويه كهرباء عايز اعملهم، يجي يقول لك هات شويه خامات من المحل الفلاني عشان بيعمل لي تخفيض، ده بيزود عليك عشان بياخد منه نسبه. خليك ناصح. تيجي بعد كده انا قايل لك سباك ابن خالتي ابن خالتي ابن خالتي واسمه ايمن، لو بتتابعني في الفيديوهات، ويجي عم ايمن ده يعمل لك شغل عشش، يجمع لك المواسير من غير ما يلحمها. كل ده ليه بقى؟ عشان حضرتك فكرت نفسك انك ناصح، رحت تجيب صناعيه من على القهوه تحت البيت، رحت جبت شركه عملت لك معاينه عملت لك تصميم بناء على مقايسه، بناء على مواصفات، بناء على ماركات، بناء على كميات. بقالي 13 سنه شغال في المجال، وبيجي لي عملاء يقولوا لي احنا ممكن نجيب لك سعر السيراميك ارخص من انت بتجيبه. ما علينا، جيت حضرتك كنت معانا وعملت التصميم، عملنا لك التنفيذ. انا عندي مهندس بيشتغل، مهندس بيشرف، مهندس بيستلم. خليك ناصح، استنصح في قرشك، هات اللي يوفر عليك واللي ما ينصبش عليك بس.